نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا، كلا ولا تهينوا ولا تتنازلوا، ولقمة الأمجاد يا صحب اعتلوا، ولقمة الأمجاد يا صحب اعتلوا. بكتاب ربي عونكم وسدادكم، وبسنة المختار فهي المنهل، وتذكروا فضل الإله ولطفه، فهو النجاة إلى العلا والمأمل. أهلا وسهلا بكم. ولله در القائل: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا. أنتم هؤلاء القوم، فطوبى لكم إذ تجتمعون على مصلحة بلدكم لخدمة البلاد والعباد ولتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ففي هذا وجب على كل رجل يحمل هم أمته، وجب عليه أن يبرز إلى ميدانه وأن يأخذ موقعه وأن يجاهد ويبذل لأهله وأمته، حتى تسمو الهمم العالية وتتعافى المطالب السامية، ولا يبقى لأعداء الثورة فيها مكان ولا زاوية. من أجل هذا كانت رابطة الجنوب. لم يكن دور الرابطة جزاهم الله خيرا مقتصرا على بناء البيوت والجدران فحسب، إنما عمل جهدها على بناء الإنسان وتربية الأجيال والحفاظ على ثقافتنا الإسلامية الراقية، من خلال إنشاء المساجد والمدارس والمعاهد القرآنية والملتقيات التربوية والتوعوية التي ترقى بالمجتمع والإنسان. هذه الرابطة وباقي الروابط أظهرت للعالم ولأبناء ثورتنا أننا نستطيع أن نحافظ على السلم الأهلي، وعلاقتنا وأهلنا الفقراء والأغنياء المجاهدين والمدنيين، علاقتنا مع أهل الباب ومع أهل الشمال في العموم في عفرين وإعزازة وغيرها علاقة طيبة، علاقة التشارك في كفكفة الظلم ودموع الأيتام والفقراء. ما رأيتم في البرومو من 6000 بيت بنتها أيدي الثوار؟ فالثائر لا يشترط أن يكون فقط يحمل السلاح، فالثائر هو كل صاحب قضية يدافع عن قضيته. هذه البيوت لله الحمد من قبل ومن بعد كانت سبباً للحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأخلاق، الحفاظ على المجتمع، مجتمع أهل سوريا الكرام. نعم، النظام يسوق، وكذلك بعض المخربين يسوقون أن الشمال السوري ليس عنده مشروع. مشروعنا ما رأيتم، وكذلك أهل حمص عندهم، وكذلك أهل المنطقة الشرقية عندهم، وأهل سوريا جميعا عندهم مشاريع، وسيكون ما ترون من خير بإذن الله عز وجل.
نحن كأهالي مدينة الباب وأثناء تواجدنا سواء في مديرية الأمن وفي المجلس المحلي كان لنا الشرف باستقطاب واستقبال أهلنا مهجري الجنوب، كما استقبلنا أهلنا المهجرين من باقي المناطق السورية التي نعتبرها حاليا محتلة من قبل النظام المجرم. كان لنا الشرف في استقبالهم، وهم كانوا قدوة ومثل يحتذى به. منذ تلك اللحظة وهم يعملون بجد ونشاط ضمن تجمعات نشطة لن تدخر أي جهد في خدمة أهلها والتعاون مع المؤسسات وأهالي المدينة. ألا أخبر دمشق وغوطتيها وريفا شامخا من قاسيون، وأخبر أذرعات بأن مجدا مضى فيه الرجال مجددين، كذا القلمون من شرق وغرب بصخر العز فجرنا العيون، بذلنا ما استطعنا حيث كنا، بذلنا ما استطعنا حيث كنا، قصار الجهد بذل المخلصين، فواصلنا الليالي في نهار وجاوزنا الصعاب مذللين، وحطمنا الفؤوس على تلال فشيدنا الصروح مهللين، وسيجنا المساجد خير جيل، وسيجنا المساجد خير جيل، وخرجنا الوفود مكبرين، وأعففنا الشباب بما استطعنا عفاف مودة للطالبين، فخيركم الذي خير لأهله، وقس من بعد ذلك من يلينا، فأكرمنا الإله بخير قوم لنا سند بباب الأكرمين. لابد من أن يكون هناك منظومة فكرية أولاً يجتمع الناس عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ميادين الحياة بكافة فروعها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتربوية. فقضية الصراع الفكري أنهكت الأمة، والخلاف الفكري أنهك الأمة. لابد من وجود فكر يجتمع الناس عليه، وأن يقبل فيه المخالف ضمن الضوابط الشرعية. أما في العمل فالجميع يد واحدة. ودائما أنا أذكر نفسي بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، وقف مخاطبا مكة: إن الله يعلم أنك من أحب البلاد إلى قلبي، ولو أن أهلك ما أخرجوني ما خرجت منك. هذه حقيقة، هذه شعور النفس، هذه أحاسيس ينبغي للإنسان دائما أن تخالج صدره وفكره. يا يما وطلعت من داري، يا يما أنا وخيي وجاري، يا يما وطلعت من داري، يا يما أنا وخيي وجاري، يا يما رح كمل مشواري، يا يما لا تحرير ديارنا، يا يما هذا والله حالنا، يا يما. ولكن متفائلون بالله سبحانه وتعالى أننا نحتفل اليوم في الذكرى الخامسة لتأسيس الرابطة، وسوف نحتفل بإذن الله تعالى، ونحن متفائلون بالله تعالى في السنة القادمة أن نحتفل بعودة جميع إخواننا كل إلى بلده، ونحن منتصرين بإذن الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم، إن قدسية المسجد الأقصى المبارك قد ارتبطت بالعقيدة الإسلامية مذ أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو قبلة المسلمين الأولى.
نطالب أهلنا في الرابطة والقائمين عليها أن يكون هذا المشروع في كل الشمال السوري. عندنا في جنديرس المدمرة هناك مخيمات كاملة جلها من أبناء الجنوب، وهم ما زالوا إلى الآن في الخيام. مخيم دير بلوط، مخيم المحمدية، أهلنا في جنديرس، أبناء القدم الكرام كلهم ما زالوا في الخيام. نسأل الله عز وجل أن يتم هذا الأمر على خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين. اللهم عنا على هوى أنفسنا وانصرنا على هوى أنفسنا. يا حي يا قيوم اعطي كل واحد منا سؤله. اللهم اعطي كل واحد منا سؤله. اللهم اعطي كل واحد منا سؤله. اللهم احمي أهل غزة وأهل فلسطين جميعا، وانصرهم على أعدائهم اليهود وأعوانهم وأزلامهم والشيعة والرافضة والنصيرية. اللهم احمي البلاد والعباد من كل مكروه، وارجعنا جميعا إلى بلادنا سالمين غانمين منصورين. أسأل الله ذلك يا حي يا قيوم. هذا الدعاء عليك الإجابة. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا فاترتم أو ضاعفتم مرة فتذكروا يا إخواتي وقل اعملوا، جدوا المسير فلا وقوف أحبتي إلا لجنات إذا قيل ادخلوا، إلا لجنات إذا قيل ادخلوا. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسماء